والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث عن المناهج واتخاذ دور التوجيه في وزارة التربية الإسلامية من توجيه بعض أسئلة للطلبة في موضوع احترام الصحابة، وموضوع كذلك عقائدي آخر وهو دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم لجلب النفع أو دفع الضر. هذا من واجب التربية الإسلامية ومناهجها، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا ما أصلت عليه المناهج في دولة الكويت. الانتقاد اليوم لهذه المناهج والتشكيك فيها هو التشكيك في هذه العقيدة. ما دمنا يزعم البعض أنه يحترم الصحابة ولا يسب الصحابة، فما الذي يضيره؟ ما الذي يضيره ويزعجه إذا سئل الطلبة ووجهوا توجيها حسنا في احترام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة مكانتهم وقدرهم، وهم كبار الأمة، وهم الذين لهم فضل على هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. يجب أن يوصل هذا الاحترام وهذا التقدير، لا أن نشكك ونقول لماذا يسأل الطلبة. الأصل أن يسأل الطلبة عن الصحابة، والأصل أن يسأل عن أسماء الصحابة وعن الموقف من الصحابة. إذا لم ندرس في منهج التربية هذا التأصيل فماذا ندرس؟ نحن نؤكد أننا مع هذا التوجه في التربية الإسلامية، وأنه لا بد من التأكيد على احترام الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: من آذى أصحابي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. فحب الصحابة رضي الله عنهم وتقديرهم واحترامهم يزيد في الإيمان، وهو أصل من أصول الإيمان، وبغضهم وعدم تقديرهم وسبهم من النفاق والكفر والعياذ بالله. فعلينا أن نحترم جانب الصحابة رضي الله عنهم، بل نعظم هذا الجانب مع تعظيمنا لآل البيت رضي الله عنهم، وهم آل البيت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مجتمعين على الحب والعلاقات الطيبة، وكان بينهم من التصاهر ومن العلاقات التي لا توصف. والذي لا يقرأ التاريخ ولا يعرف سيرتهم فعليه أن يراجع أسماء أبناء علي رضي الله عنه وأسماء الصحابة رضي الله عنهم وزوجاتهم وأصهارهم وأحفادهم، كلهم علاقتهم مع بعض. لكن أتى التشكيك والانحراف والعقائد الفاسدة في المتأخرين، أخذوا يشككون في علاقة آل البيت مع الصحابة، ويشككون حتى من يحترم الصحابة ويعلم الأطفال على احترام الصحابة، يشككون فيه بأنه يثير الفتن. بل الذي يثير الفتنة هو الذي يزعم أن السؤال عن احترام الصحابة فيه فتنة. الأمر الآخر الذي يشكك فيه وما زال هو موضوع الطواف في القبور ودعاء الأموات. إذا كان الميت في حياته لا يستطيع أن يشفي مريضا أو يدفع ضرا أو يجلب نفعا وهو في حياته ولا يعرف أصلا إلا لغته، فكيف يأتي اليوم آلاف بل مئات الألوف يزدحمون على قبر هذا الميت وهم بلغات شتى ومن بلدان شتى وبألسنة شتى، ويطلب كل واحد حاجته، ويريدون أن من هذا الميت أن يعطيهم حاجاتهم جميعا وأن يفهم لغاتهم جميعا. أي عقل يريد أن يقنعنا؟ أي فهم يريد البعض أن يوصل إلينا أن نفهم
أن هذا الميت لديه ما عند الله عز وجل من قضاء الحاجات ومن فهم هذه الألسنة. هذه العقائد الفاسدة لن تقوم لها قائمة في هذا البلد، وأنا أحذر من الذين يريدون أن ينشرون هذه العقائد الفاسدة أننا سوف نفضحهم بالدليل والبيان والحجة والبرهان، الذين لا يستطيعون أن يجابهون فيه عقلاء الناس الذين يفهمون بالعقل والمنطق أن هذه العقيدة فاسدة. إن الله حرم لم يجعل بينه وبين خلقه وسطاء. انتقد الله سبحانه وتعالى وذم المشركين عندما جعلوا الآلهة وسيطة بينهم وبين الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآن يحدث ما يحدث مع الأموات وكأنهم يقولون ليقربونا إلى الله، ليشفعون لنا إلى الله. لم يصح في عقيدة المسلمين أن يأتي إنسان ليشفع له الإنسان إلا بالدعاء وأثناء حياته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعى في قبره بأنه يشفي مريضا أو يرفع ضرا، يكشف ضرا أو يجلب نفعا. هذه هي العقيدة، وهذه ما عليها علماء الكويت بحمد الله من قديم، ولعلنا ننشر في الأيام القادمة عقيدة علماء الكويت في هذه المسألة العظيمة من مسائل العقيدة. فعلى من يشككون في هذه العقيدة إذا كانت العقائد الفاسدة موجودة في بعض البلدان من دعاء الأموات والذبح لهم والنذر وطلب النفع ودفع الضر منهم في بعض البلدان، فإنها لا يجوز أن تكون في الكويت. أهل الكويت هم الذين أزالوا ذلك القبر الذي يزعم أنه قبر الخضر، لأنه كانت تذبح عنده الذبائح والنذور ويطلب منه شفاء المرضى والإغاثة وغير ذلك من العقائد الفاسدة. لذلك نؤكد أن عقيدة الكويت وعقيدة علماء الكويت وعقيدة أهل الكويت ما تزال بحمد الله هي العقيدة التي نشأ عليها هذا البلد، وستبقى بحمد الله بعيدة عن تلك العقائد الفاسدة من الشركيات والبدع المنحرفة التي ما أنزل الله بها من سلطان.